يا صباح الفل، صباح الورد يا حلوين. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا النهارده كده فيديو جديد، نقضي كده اليوم مع بعض، وان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون كده خفيف على قلبكم. المهم يا حلوين، كنت منزله لكم فيديو على القناه الكبيره من كام يوم كده. فيا جماعه اللي مش مشترك في القناه الكبيره روح يشترك، عشان ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات حلوه قوي. والناس حبايبي اللي جايين لي من القناه الكبيره اللي هنا، هقول لكم ان انا رجعت اشتغل عليها تاني وهينزل لكم فيديوهات حلوه. وانتوا حبايبي وعارفين نفسكم، فانا كنت موقفه شغل عليها ليه بقى. كنت هنزل عليها عادي زي ما بعمل هنا، هعمل على القناه التانية. بس لما عملت كده كذا حد قال لي يا نغم حاولي تفصلي القناتين عن بعض، ما يبقاش الاتنين بيعملوا نفس الحاجه، عشان ما نتشتتش، عشان ما نتلخبطش، حاولي تعملي حاجه تانية مختلفه. فانا بصراحه فكرت في كده، فعشان كده كنت موقفه عليها شغل وما بنزلش عليها اي حاجه تاني. فبعد كده قلت لا خلاص ارجع اشغلها تاني. بس طبعا انتوا عارفين ان انا اوقف شغل على اليوتيوب لما بقعد اسبوع، عايزه اقول لكم حرفيا هو بيموت لي القناه. فانا بقالي حوالي 3 شهور او 4 شهور ما نزلتش عليها اي حاجه. فنزلت عليها فيديو من كام يوم كده، كان فلوج حلو قوي. فاللي ما شافوش يروحوا يشوفوا، هيعجبكم جدا وهيعجبكم ولادكم برضو قوي. فانا قلت انزل عليها كده فلوجات وحاجات كده تكون خفيفه، وبعيد بقى عن الروتين والتنظيف والحاجات اللي احنا عارفينها دي، بحيث ان الاثنين يكونوا مختلفين، ما يبقوش الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. فانا يا بنات هحط لكم لينك القناه الكبيره تحت الفيديو ده، ولينك الفيديو اللي فات. وعايزاكم تشتركوا في القناه وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، وان شاء الله استنوا الفيديوهات اللي جايه عشان انزل لكم فيديوهات حلوه قوي. عامله فيديوهات حلوه مع ساره اختي، بيقولوا كتير عاملين تقولوا لي فين ساره فين ساره. فاستنوا الفيديوهات عليها باذن الله، هتعجبكم بس جدا. قبل ما ابدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها، واعملي لايك جامد للفيديو ده لو عجبك، وسيبي لي كومنت حلو زيك، وتعالوا نبدا على طول. كتير منكم يا بنات سالوني في الفيديو اللي فات ازاي حولت التلفزيون بتاعي العادي خالص لتلفزيون سمارت. انا قلت لكم في الفيديو اني انا محمد جوزي جاب جهاز بيحول التلفزيون من تلفزيون عادي لسمارت. تمام. فالجهاز ده يا بنات هو ده اللي بقول لكم عليه. ده كده اسمه تشاومي. هو بيجي جهاز كده الستيك ده، ومعاه وصله بتدخل في الاتش دي ام اي بتاع التلفزيون، وبقيه الوصله بتدخل في الفيش عادي. وده الريموت بتاعه. بصوا ده كده شكل الريموت بتاعه. فهو ده الجهاز يا جماعه، هحط لكم برده صورته، وهحط لكم اللينك اللي جوزي جابه منه. فهو بصراحه حلو قوي التلفزيون. بصوا ده ماركته اسمها اي تي اي، ما اعرفش اصلا الماركه دي معروفه ولا لا. هو جهاز عادي خالص 32 بوصه. فمش سمارت خالص خالص خالص، بس زي ما انتم شايفين كده في كل البرامج اللي انتوا تتخيلوها موجوده فيه. بصوا كمان حاجه حلوه قوي في الريموت، ان الريموت ده يا جماعه فيه مايك. بصوا يا جماعه الريموت ده كمان فيه مايك، فانت مجرد لو انت عايزه اي حاجه بتتكلمي في الريموت عن اي حاجه انت عايزه تشغلي اليوتيوب، عايزه تشغلي شاهد، عايزه تقفلي، عايزه تعملي اي حاجه، بتستخدمي الريموت، بيستخدم بالفويس عادي. فبصوا بقى دي البرامج اللي نازله معاه كلها، البرايم، وده الجوجل بلاي اللي بتنزلي عليه كل الابلكيشن اللي انت عايزاه، وادي واتش ده اهو. طبعا انت لما بتشتركي في اي برامج من الحاجات دي بيبقى ليكي كذا اكسس يعني. لو انت عايزه تدي لاي حد من قرايبك او اخواتك اكونت فري، انت بس اللي بتدفعي الاشتراك وهم بيتفرجوا. فانا هدخل على الاكونت بتاع جوزي. انا كده فتحت واتشد. في طبعا كل البرامج والمسلسلات وكل اي حاجه دي بقى انت بتشتركي فيها عن طريق بقى موبايل فودافون، عن طريق الابلكيشن نفسه بتقدري تدفعي الاشتراك بتاعك. فده كده هو واتشد. بتخرجي بقى من هنا، طبعا الحاجات الحصريه بتبقى موجوده، وبرده شاهد. انا عايزه اقول لكم ان هو سريع جدا، هو متوصل طبعا بالنت واي فاي. اهم حاجه يكون عندك نت في البيت اساسي، تمام. وهو بيعمل كونكت على طول. التلفزيون طبعا العادي ما فيهوش نت، بس دوت هخلولك سمارت، فبقى فيه نت في التلفزيون. اي حاجه على الموبايل عايزه تتفرجي عليها تشغليها على التلفزيون، هيحولها لك على طول على التلفزيون وتتفرجي. طالما عامله خلاص داخله بالواي فاي ده انا كده دخلت على شاهد. طبعا برضو في كذا اكسس، يعني عامله اكونت ليا واكونت لجوزي واكونت لاختي والديما. طبعا عشان ديما بقى بصوا في شويه كرتون هنا حكايه. طبعا المسلسل ده جامد جدا بتفرج عليه، هو تركي. خلصت المتوحش وخلصت بهار ودخلت عليه. المهم ده كده هي المسلسلات، وفي كل حاجه الحاجات اللي انا بتفرج عليها هتلاقيه بتبقى محطوطه تحت. فانا بتفرج عليه، وعلى لعبه حب طبعا بتفرج عليها برضو. فخلاص بصي بخرج بقى من هنا، خلاص انا كده خرجت.
وطبعا في ابلكيشن انغامي. الاي بي تي في ده بقى يا جماعه احنا مشتركين فيه، ده باشتراك سنوي تقريبا 600 جنيه او حاجه. في بقى كل حاجه تتخيلوها، وفي بيني سبورت، وفي كل حاجه تتخيلوها موجوده على الابلكيشن ده. وادي اليوتيوب برضو، وجوي، ولو اس ان، بصوا، ويانجو ونتفليكس، كل الابلكيشن موجوده فيه. في حاجات في دي، في حاجات طبعا باشتراك. ادي كده هو اليوتيوب، وما شاء الله البتاع سريع وحلو قوي قوي قوي. دخلت كده على اليوتيوب، طبعا معظمها الحاجات اللي ديما بتحب تتفرج عليها، فعشان كده هتلاقوا كله كرتون. روبلكس والحاجات اللي بتحب تتفرج عليها هي وولف. بس فيا جماعه والله حلو قوي. الناس اللي ما عندهاش تلفزيون سمارت ونفسها يبقى التلفزيون عندها سمارت عشان تعرف تتفرج على كل الحاجات ديت وتشغل كل حاجه، الجهاز ده والله عبقري عبقري عبقري. عايزه اقول لكم احنا كنا جايبينه ب1500، هو تقريبا سعره دلوقتي تقريبا وصل ل3، ممكن تلاقيه اقل او زياده. ممكن تشوفي السعر، انا هحط لكم اللينك اللي جبنا منه. فهو حلو قوي في كده. اهم حاجه النت وخلاص، يكون في نت في البيت، واي فاي، وشكرا هيشتغل عندك ويبقى جميل جدا. في ناس بيسالوني يا نغم انت عندك، انا عايز فكره، عندي 2 من راوتر عشان خاطر طبعا الفيديوهات بتبقى محتاجه نت كتير وتسحب كتير يعني. فانا عندي الراوتر بتاع فودافون، وعندي الراوتر بتاع وي، وعندي المقوي ده يا جماعه مقوي شبكه. الناس اللي بتقول بتجيبوه منين، ممكن تتعاقدي مع الشركه وهم يبعتوها لك. مقوي شبكه يا جماعه عشان النت يبقى الشبكه بتاعته قويه وما يبقاش ضعيف. فانا عندي 2، عايزه اقول لك حاطه واحد هنا عشان يقوي شبكه فودافون، وهقول لكم على واحد تاني حاطه فين. يا جماعه هو مقوي شبكه، لو عايزين تاخدوا السكرين شوت دي، ده برضو حلو قوي. ده عشان خاطر بقى ايه، يوصل لي النت من اللي بره، عشان لو ده فصل ولا حاجه يوصل لي نت من اللي في الليفنج بتاع شبكه وي لعندي جوه. فبس يا جماعه ده كده سريعا كده، مش عايزه اطول عليكم. الناس اللي كانت بتسالني جبت منين الجهاز تمام او بيعمل ايه، فهو ممتاز ممتاز. بدل ما تغرمي نفسك سعر تلفزيون سمارت دوت حلو قوي، هيغنيكي. طالما عندك التلفزيون مش محتاجه انك تبدلي وتجيبي تلفزيون جديد، ده وبس كده شكرا. هيبقى عندك احلى من التلفزيون، لان مش هيحتاج بيعمل ابديت لوحده، مش هيحتاج ان هو بعد فتره يقول لك لا خلاص ده التلفزيون مش هينفع تعملي عليه ابديت تاني. فده كده وزي الفل. تعالوا بقى يا حلوين نجهز كده الغدا مع بعض. بصوا هعمل معاكم لحمه بطريقه حلوه قوي قوي، انا اتعلمتها بصراحه من الشيف ناديه السيد وادمنتها. انا تقريبا من ساعه العيد وانا عماله اعمل فيها، كل ما اكون عايزه اكل لحمه اعملها بالطريقه دي واعمل جنبها اي حاجه. وهي كمان سهله قوي ما فيهاش افتكاسات يعني. المهم معلقه سمنه كبيره بتسخن كده، وبعد كده بنزل عليها اللحمه، بديها الصدمه بتاعتها وبقلب كده يمين وشمال لحد ما المسام بتاعتها بتقفل. وبعد كده بحط حبهان وفلفل اسود وتوم، بس كده. دي التوابل بتاعتي. في الاخر خالص اول ما بتقرب تستوي بحط ملح. بفضل اقلب فيها كده يا جماعه لحد ما بتحمر واكنها متحمره. اهم حاجه طبعا ما تتحرقش. المهم بفضل اقلب فيها كده لحد ما بتاخد شكل التحمير ده، وبعدين بزود الميه، بحط كوبايه ميه. اول ما بحس ان هي بدات تنزل الصوص بتاعها وتكرمل بحط كوبايه تاني لحد ما تستوي. طبعا هي بتاخد شويه كده وقت على النار لان احنا مش بنسلقها زي السلق العادي، فانا هسيبها كده بقى براحتها. وقلت ادخل اغسل الغساله، بقالي كتير جدا ما عملتهاش، وقلت كده كده عندي وقت وانا مش عايزه اعمل بقيه الخضار دلوقتي عشان ما يبردش يعني. قلت اول ما اللحمه تقرب تستوي هكمل بقيه الاكل. المهم دخلت قلت امسك الغساله اظبطها وانضفها، ما خدتش معايا والله يا جماعه اقل من نص ساعه تلت ساعه كنت مخلصاها على طول. ترك كده قلت لا انا همسك كده حاجه اعملها في البيت. الحاجات اللي انا بقالي كتير ما عملتهاش هظبطها كده واعملها. المهم اول حاجه بشيل الفلتر. الناس اللي عندها غسالات توب لودنج تتاكد ان الفلتر بتعرف تشيله كويس وان هي تغسله بالطريقه ديت. ده طبعا اللي بيلم الوبر. هتلاقوا حتى لقيت خاتم مكسور من بتاع ديما، تقريبا كان في جيب بنطلون من بنطلوناتها او حاجه، لانه لقيته مكسور جوه الفلتر. فهي الغساله الفلتر اللي فيها دي بيلم كل حاجه تتخيلوها موجوده فيه. فانا بشيله كده الجزئين دول اهم حاجه. وبين بتاع البلاستيك دي
الجزء اللي فوق العلبه اللي بتركب دي اللي فيها الاخرام، ده برضو بيكون فيه اتساخات ووبر والحاجات دي. فشلت كده كل حاجه، بصوا عامله ازاي، كانت متبهدله خالص. بقالي كتير ما عملتهاش، قلت لا اعملها دوره تعقيم كده وانضفها تنظيفه حلوه. حطيت بس شوية فري ومية وشوية كولوريكس كده في العلبة اللي بحط فيها المية، وبقيت بالفرشة كده ادعك واتأكد. بصوا هتلاقوني حتى بعد ما دعكت عمالة افضي كده واخبط في العلبة في الحوض، عمالة تنزل الحاجات بقى الصغيرة اللي بتبقى لازقة في الجوانب اللي الفرشة مش قادرة تجيبها. فهي بصراحة احسن حاجة تغسليها على الحوض، وتبدأي بقى تنضفي الغسالة من جوه. طبعا الغسالات التوب لودنج بتبقى مختلفة تماما عن الغسالات اللي هي الاوتوماتيك. بس اهم حاجه الكاوتشات تتاكدي ان هي نظيفه، لان هي اللي بتلم اتساخات، تلاقي ريحه الهدوم مش حلوه. الفلتر طبعا زي ما عندي انا كده كده من فوق، الغسالات بتبقى الفلتر بتاعها من تحت الغسالات التانية. وطبعا الدرج بتاع المسحوق برضو بيكون فيه بواقي مسحوق بتعمل ريحه مع الوقت، برضو لازم نهتم ان احنا نغسلها. وكمان فلتر الميه، الخرطوم بتاع الميه يا بنات بيكون فيه ساعات رواسب، يعني انا ساعات الميه عندي بلاقيها ضعيفه، الميه مش الغساله مش عايزه تملى، بتاخد وقت كتير جدا. اتاكدي ان الفلتر اللي بيدخل الميه او اللي هو الخرطوم بتاع الميه فكيه ونضفيه من جوه بقطنه كده ولا بمنديل، هيطلع لك بلاوي. طبعا بيبقى فيه فلتر برضو من جوه مكان الخرطوم ده، بيكون في الجزء اللي ورا في الجهاز، شيليه واغسليه بس اهم حاجه اتاكدي انك قافله المحبس بتاع الميه عشان ما تغرقيش الدنيا، المحبس العمومي اقفليه خالص، وفك الخرطوم اللي ورا نضفيه وشيلي الفلتر اغسليه ورجعي ركبيه تاني. تمام. هنا بقى بصوا من جوه مكان الفلاتر كانت برضو مليان فتل ومليان وبر، غسلت كده كل الكاوتشات ونضفتها تنظيفه بصراحه محترمه. خدت برضو الدرج نضفته عند الحوض، الدرج عندي كان فيه عامل عارفين ان هو متاكل كده من كتر الصابون ومن كتر الكلور، عشان دايما بحط كلوريكس الوان وكده والحاجات دي، فكان متبهدل خالص. غسلته غسله برضو حلوه. وهنا برضو من جسمي من بره برضو بغسله كده على طول، طبعا قافله الزرار بتاع الكهرباء خالص عشان اعرف اغسلها براحتي. وبعد ما بغسل وبنضفها بديها تنشيفه كده كويسه الجسم من بره بتاعها عشان ما يحصلوش اي حاجه. فكل فتره كده اعملي دوره التنظيف دي، هتلاقي الغسيل عندك حلو وريحته حلوه، مش هتحس بكمكمه، مش هتحس ان الهدوم طالعه متبهدله ولا اي حاجه. انا اهو بدعك جسمي كده من بره، وهدلو طبعا كده كده انا عامله عتبه فوق، فالميه ما بتوصلش للغساله خالص لو انا بنضف الارض بتاعت التويليت. وهي كده انا لما بغسل الميه بتنزل تحت، ما بتجيش برضو تحتها خالص ميه. طبعا انا بدلق كده وهنشفها فبس قلت بقى انضفها كده تنظيفه حلوه، بقالي كتير جدا ما عملتهاش، فتخلي الغسيل كده تبقى ريحته حلوه. وحاولي دايما برضو بعد ما تخلصي دورة الغسيل، لا اما تفتحي الغطا بتاعها لا اما تلمي الغسيل على طول، لان لما بسيب الغسيل شويه في الغساله وانتي قافله الباب وهو مبلول بيعمل ريحه كمكمه، تيجي بعد كده تنشري الغسيل تحسي ان ريحته مش حلوه. طبعا الحاجات بقى اللي هي بتساعد ان الغسيل تبقى حلوه برضو بتبقى كويسه، الدوني والحاجات ديت ممكن تجيبيه سايب من عند محل منظفات، بتخلي ريحته حلوه. انا مره جبت كيس ب20 جنيه كان قد كده، قعد تقريبا معايا شهر والله من كتر ما هو كان مليان، وكان حلو قوي ما يقلش حاجه خالص عن الدوني اللي بنجيبه من السوبر ماركت المعروف يعني. المهم يا جماعه بعد ما خلصت، شايفين الكاوتشات عامله ازاي والغساله من جوه بقت بتلمع ما شاء الله، بقت زي الفل. عندي بقى حاجه في الغساله ال جي دي اسمها تنظيف الحله نفسها، بينضف لك ويعقم لك الجهاز نفسه. فده انا بعمل ايه، بملي بقى الغساله خالص ميه، وبقول له تنظيف الحله ديت، هو بيملاها ميه على الاخر، وبزود بقى بحط خل، ممكن تحطي بيكنج صودا تديها تعقيم. هي بتغسل حوالي ساعتين تخلص غسيل وهتجففها لك، وهتبقى الغساله فل خالص مش محتاجه حاجه تاني. المهم دخلت هنا اكمل بقى بقيه الغدا، كان خلاص اللحمه قربت تستوي، فكنت موطيه عليها. فهنا بقى قلت هعمل رز ابيض بالخضار. بصوا لما بزني قوي ما بكونش عارفه اعمل نوع خضار ايه، او مش عارفه اعمل طبيخ معين مثلا وصلصه والحاجات دي، وساعات الجو حر تحس انك مش عايزه تاكلي بقى طبيخ وحاجات متسبكه وكده، فبستسهل قوي موضوع الرز بالخضار، سواء عملته بسمتي زي الكبسه كده بحب احط فيها خضار، او عملته بالرز الابيض واحط معاها خضار، بتكون حلوه قوي. فانا عملت ايه بقى، شويه رز كده كوبايتين رز، وحطيت عليهم الكيس بسله، كان عندي شويه بسله كده بجزر، بقيه الكيس كده حطيته، وزودت شويه جزر. الحاجات لما بكون متفرزه عندي عارفه اللي هو بتسهل عليكي، فالحاجات دي كلها كنت مفرزاها، فباخد منها بقى بحتاجهم كده مثلا في اي خضار عايزه اعمله،
بدخلهم فيه. فالمهم حطيت هنا شويه بسله وشويه جزر على الرز، بيبقى على فكره طعمه حلو قوي، ومع طعم الرز كده والملح والمرق والحاجات دي بتخلي طعمها حلو. فقلت اسيبهم كده يستوي، كده كده الرز مش هيكمل يعني تلت ساعه على طول. المهم بقى قلت اعمل ذره، كان عندي ذره بص بقالها اسبوع في التلاجة، وكل ما اعملها ما كانش عندي زبده، فقلت خلاص اما اجيب زبده وكده اعملها عشان تبقى حلوه قوي لما بعملها بالطريقه دي. فبصوا بقى الذره هاتيها حطيها في التلاجة، مش بيحصل لها اي حاجه. انا بقى لها اسبوع عندي، عايزه اقول لكم في التلاجة ما فيهاش اي حاجه خالص، لاني مش دايما بتلاقيها عند المحل بتاع الخضار. فمحمد كان بيجيب لي فواكه، فلقاها عند بتاع الفاكهه فجاب لي طبقين. فالمهم بعمل ايه بقى، بعد ما بقشرها بشيل الجزء الاولاني اللي فوق واللي تحت عشان بيبقى ناشف كده شويه، هقول لكم ليه. وبعدين بقسمها كده على قد القطعه الواحد ما يعرف يمسكها يعني. فبجيب العصيان بتاعه الشيش وبدخلها كده زي ما انتم شايفين، بيبقى عامله زي ما بتاكليها من بره من اي محل بيبيع ذره كده بالطريقه دي اللي هي الذره الحلوه وكده. فبعملها ازاي بقى، بجيب ميه، اول ما الميه بتسخن كده بحط فيها مكعب زبده ونص كوبايه حليب، وكمان معلقه سكر صغيره، بقلب كده شويه وبعدين اتاكد ان الزبده دابت خالص، وبنزل بعد كده بالذره. هسيبها بقى تستوي براحتها، وخدوا بالك لما تيجي تغطيها عشان بتفور يعني، سيبي مساحه كده شويه او ما تحطهاش على نار عاليه قوي، سيبها كده تستوي براحتها. اول ما بتقرب تستوي بحط لها معلقه ملح، ودوقي احلى ذره زي ما بتاكليها من بره بالظبط. بصوا هنا خلاص كانت اللحمه استوت، فقلت بقى اعمل الصوص بتاعها. والرز كان خلاص ومغطيه عليه قرب يستوي. فبعمل ايه بقى، باخد شويه من الصوص الكراميل اللي نزل ده، وبعد كده بحط بصلايه. تمام. البصله دي اختياري، بس انا بحب البصل في اللحمه بحيث ان هي بيبقى طعمها كده حلو. هقلب كده البصل كويس جدا مع اللحمه. حبيت احط البصل في الاخر عشان ما يبقاش مهري، يبقى فيه طعم البصل كده، ويبقى بيقرمش كده شويه، ما يبقاش طري خالص. خلاص هنا كنت زودت كوبايتين ميه، هي خلاص يعني كان قدامها 10 دقايق كده بالكتير واقفل عليها. فانا بعمل ايه بقى، بسيبها كده العشر دقايق دول، وبجيب شويه الصوص اللي انا خدتهم بحط عليهم كوبايه زبادي، واقعد اقلب كويس جدا عشان ما تبقاش فيها تخريزه كده، تمام، او تبقى محصوله او حاجه. بقعد اقلب كده كويس فيها لحد ما الزبادي يدوب خالص. اقعدي قلبي كده براحتك، ولو حطيتيه على الشوربه وهي بارده بيكون احسن يعني، هتلاقيه بيتقلب معاكي بسرعه. بعد ما خلاص بدوب الزبادي بحط معلقه من النشا. ما تحطيش النشا في الاول عشان ما يكلكعش معاكي، تمام، حطيه في الاخر خالص تكون الشوربه دي هديت وبردت كده شويه. حطي النشا مع الزبادي مع الصوص اللي طالع من اللحمه، قلبي كده كويس جدا. بصوا انا كنت بوريك كده خلاص ان هي خلاص دابت خالص، مفيش اي حاجه. وهفضيها بقى على اللحمه. طعم الزبادي يا جماعه مش هيبان خالص في اللحمه، بس هيديها طعم الجوسي، اكنك حطيتي كريمه الطبخ، اكنك حطيتي صوص اي حاجه كده اللي بتخليها جوسي كده ويكون طعمها حلو. فهجربوها باذن الله هتعجبكم. بصوا يعني في حاجات كده اكلات لما تيجي تجربيها وتعملي تحسي ان خلاص ادمنتيها. فالحركه دي حلوه قوي. انا في العادي بتاعي بسلق اللحمه وبعد كده بعمل بصلايه وبقلبها فيها، بس ما بتبقاش واخده طعم الجوس، واخده طعم التحمير شويه بالبصل. لكن الحركه دي بيخلي ليها صوص طعمه حكايه. طبعا متنسيش تحط ملح في الاخر عشان تحيقيها. وبس حبيت اوريكم شكل التنسيق النهائي كده. بصوا بقى الصوص اللي نازل منها مع البصل مكرمل وطعمه حلو جدا. حطيت كده الخضار مع الرز وحطيت الذره وحطيت كده اللحمه، وده كده الحمد لله كان الغدا بتاعنا بتاع النهارده. طبعا بالنسبه لاياد هو بياكل الذره وحبها جدا جدا، كان اول مره ياكلها، بس طبعا مش بديها له كده في الستيك، بفصصها له خالص كده وبقيت اديها له بالمعلقه، هو بقى ياخد بايده كده وبياكل ما شاء الله عليه. فعجبته جدا، هيحبوها الاطفال قوي. وبس كده يا حلوين، ده كده كان فيديو النهارده يا بنات، يا رب يكون عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم. طبعا مستنيه رايكم ودعمكم ليا بالفيديو، وتشتركوا في القناه دي والقناه التانية، واشوفكم على غير فيديو جديد. باي باي، مع السلامه.